بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا مشغولين في الامتحانات مع أولادنا، يا رب كده بالنجاح إن شاء الله. وهنعمل كده بقى لزوم السندوتشات وطريقة الكبدة الاسكندراني، الطريقة الصح للكبدة الاسكندراني. طبعا احنا عارفين حبايبي ان الكبدة ما بتتغسلش بالميه خالص. ليه؟ لان طبعا عشان ما تدينيش ريحه الزفاره، والكبده ما تتزفرش. ولو غسلتها بالميه طبعا هتنزل الدم، وانا مش عايزه كده. فانا هنا بحطها في المصفى وبجهز التوابل بتاعتها الثوم والفلفل الحامي، وعندي هنا الفلفل الاسود والكمون والكزبره والملح. حبيتي بقى تزودي برضو الشطه الحمراء زودي. انا هنا حاطه فلفل اسود وكمون وكزبره، وطبعا الثوم والفلفل الاخضر هنا انا دقيتهم مع بعض. تدقيهم في الكبه او تدقيهم في الهون زي ما انت عايزه براحتك. طبعا هنا ببتدي ان انا اخد نص التوابل ديت بحطها على الكبده، والنص التاني هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. اهيت كده معايا الدقه اهيت جاهزه، اللي هو الفلفل الاسود والكمون والكزبره والملح والثوم والفلفل الحامي والفلفل الرومي. خدت نص الكميه اهيت، ابتديت ان انا احطها هنا اهوت. طبعا في الطاسه، وحطيت هنا اهوت كميه من الزيت. طبعا يعني ايه ما تكونش ايه يعني ايه لا كتيره ولا يعني ايه، حوالي ايه نص كوبايه زيت. وحطيت هنا اهوت النص التاني على الكبده، بقلبها كده اهوت في بعضيها. طبعا بتكون يعني ايه حاطه شويه توم حلوين كده اهوت بيتدقوا مع الفلفل. هنا انا بشوح هنا بقى نص الكميه اللي معايا الثوم والفلفل الاخضر والكمون والفلفل الاسود والكزبره، بشوحهم هنا في الزيت الاول ان هو بديهم تشويحه. بسم الله ما شاء الله. هنا طبعا الريحه تجنن اهيت. طبعا في بقى الخل، بس انا ما بحطش الخل دلوقتي. هنحط الكبده تتشوح كده في الزيت هنا اهوت الاول قبل ما احط الخل. اهي كده انا هنا حطيت الكبده، ابتدي بقى ايه اقلبها كويس كده مع الثوم بقى مع الفلفل الاخضر يعني حاجه كده بقى، حاجه تجنن كده. طبعا الريحه تحفه تحفه. اهي اقلبها كده اهوت اهيت زي ما احنا شايفين انا اهوت كده اهوت اهيت. ابتدت تستوي معايا، هي ما بتاخدش طبعا وقت على اهي على البوتاجاز. حطيت لها معلقه خل. اقلبها بقى ايه كده اهوت مع بعضها كده اهوت. بكون بقى محضره برضو ايه بقى شويه فلفل كده سبايسي كده بقى عشان تديني طبعا يعني دي بقى ايه بحريتكم، لو مش عايزين تزودوا الفلفل الحامي ما تزودوش. اهي بتاخد من 10 ل15 دقيقه، ما بتزيدش عن كده. خلصت معايا الكبده، ما خدتش مني اي وقت، وبالهنا والشفا. طبعا دي حاجة سريعة كده اهوت. تنفع ولادنا في السندوتشات، وجنب شوية مكرونة جنب شوية رز. طبعا يا حبايبي لو الطريقة عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايكات والتعليقات الحلوة بتاعتكم. واللي أول مرة يشوف الفيديو ويشوف القناة، يا رب يشترك كده في القناة ينورنا ويكبر القناة بتاعتنا. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.